العربية اللي معانا في الفيديو ده هي نيو اكسنت من موديل 2006 لحد 2011. العربية دي بتنزل فئتين، فئة مانوال وفئة اوتوماتيك. الفئة المانوال بتبقى 4 ازاز كهرباء تكييف باور سنتر وفتيس عادة. الفئة الاوتوماتيك 4 ازاز كهرباء وتكييف وباور وسنتر وفتيس اوتوماتيك بس. بينزلش بقى فيها ولا فتحة سقف ولا طارة مالتي ولا جنط سبور ولا سنسور ولا اي حاجة من الحاجات دي. هي 4 ازاز كهرباء وتكييف وباور وسنتر بس. هي دي الكماليات اللي بتنزل فيها. اي حاجة تانية هتلاقيها في العربية دي هتبقى هو صاحبها هو اللي معدلها، لكن ده هي بتنزل، ده اللي هي بتنزل بيه. العربيه دي مميزاتها ان العربيه موتورها كويس، تكييفها حلو، صالونها الى حد ما مش صغير، اوسع طبعا من بتاع الفيرنا بكتير، عاليه عن الارض نسبيا، شنطتها حلوه. مش من السهل ان العربيه دي تعطل الا لو انت مهمل فيها يعني، او انت مش مهتم بيها. العربيه دي بالمناسبه قعدت معايا 5 سنين، كانت معايا قعدت معايا 5 سنين او اكتر. ما رحتش بقى للميكانيكي ولا مره بخصوص الموتور يعني، رحت على حاجات تانية كانت طفيفه كده وكانت من استعمالي انا، لكن الموتور انا ما عملتش فيه اي حاجه من ساعه ما جبتها لحد ما بعتها. العربيه دي بتنزل منها موتور 1600 وموتور 1400. ال 1400 دي بقى حالات نادره قوي، بتبقى في الموديلات ال 2006 اللي هي كانت في اول الكور يعني، لكن الباقي كله بتنزل ايه 1600. العربيه بتتراوح سعرها من 200,000 جنيه لحد 300,000 جنيه على حسب هي مانوال او اوتوماتيك، او على حسب الدهانات حالتها، محتاجه فلوس، محتاجه مصاريف، محتاجه حاجه، ماشيه عداد عالي، ماشيه عداد قليل. بالمناسبه العربيه دي كان بينزل فيها عيب من 2006 ل 2008 او لنص 2008. هي اللي كانت بتنزل باور كهرباء، والباور الكهرباء ده كان عامل مشاكل. حتى لو العربيه انت كنت لسه جايبها زيرو كان بيفصل من الناس على الطريق، فالشركه عرفت ان الناس عايز ترجع العربيه او عامله مشاكل يعني مع التوكيل، فتخلوا العربيه من نص 2008 يعني من اواخر 2008 كده لحد 2011 باور زيت. الباور زيت فيها ما كانش فيه اي مشاكل خالص، لكن الباور كهرباء هو اللي كان وحش. فهتلاقي لو انت وقعت قدامك عربيه موديل 2006 2007 او اول 2008 هتلاقيها باور كهرباء. لو ما لقيتهاش باور كهرباء يبقى صاحبها غير لها سيستم باور زيت كامل، جابه وركبه عشان الباور الكهرباء مقرف. عربيه كويسه انا برشحها لمعظم الناس. لو جت قدامك عربيه منها فتيس اوتوماتيك افضل بكتير من عربيات تانية، حتى لو كانت غالية سيكا عن العربيات التانية، او العربيات التانية كانت موديل اعلى. بس العربية النيو اكسنت عربية محترمة وبيسموها نيو اكسنت وش الدبة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، واكتب لي في الكومنتات لو عايز تستفسر عن عربية تانية او عربية موديل تاني، او عايز تعمل مقارنة بين عربية وعربية، وانا هنزله لك في فيديو.